كلمتين هيزعلوا البنات. لا مؤاخذه في الكلمه، انا كلامي صريح وحقاني. ما انت لما تيجي تحب شخص لدرجه اللي هو هيموت عليك، لدرجه اللي هو هيموت عليك وفرش لك الارض ورد وكل حاجه حلوه ونجيل وزرع وقلوب ولفلفات وحاجات كتير قوي، لما يجي الشخص يقدم لك الارض زي ما انا بقول كده بالظبط. لما يجي شخص او ابن خالتك اللي جنب الخليج تبيعي الشخص اللي بيحبك وبص بيفرش الارض ورد كده، لما يجي ابن خالتك من الامارات ويجي يقول لك يا بنت هتجوزك، تنطر الراجل اللي يقدرك وحبك فتره كبيره وفرش لك الارض وبصي يعني انا بحبك موز، يعني موز الموز، والتاني يقول لك انا بحبك. هتسيب ابن الكلب اللي فرش لك الورد ده، ايوه اللي فرش لك الورد والارض وحبك موت وحبك موز، وهتروح للراجل اللي جاي من الخليج. انا بنصحك نصيحه يا بنت الحلال، ما تجيش تندمي وتقولي يا ريتني كنت مكان مع اللي انا بحبه. ما تجيش تندمي عشان خاطر وتقولي يا رب اللي كان مكانه. واللي بصي هو ربنا خالق كل حاجه لحاجه، يعني بيقول لك مثلا زي الدور على اشكاليه طاقه، يعني بالبلدي كده يعني. وربنا ما بيديش لحد حاجه وحشه، ولو اداك حاجه وحشه يبقى لا مؤاخذه في الكلمه، هو ممكن يكون بيمتحنك يعني، لا مؤاخذه يعني. لما تسيبي واحد شخص محترم بيحبك وبيعشقك كده موز اللي انت تبيعيه عشان خاطر الجنيه، بصراحه انت ما تستاهليش حد يحبك، وخليك ورا اللي بيحبك، عشان كل واحد بيجري ورا اللي بيحبه. هو بيحبك انت وفرشك الارض موز وورد ولغلغه والكلام ده، بس انت حبيتي فاهمه الكلام. ولو انت مشيت وخلص ما تلاقيش سامع الكلمتين يا ماما، احلى مسا عليك.